السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جيت لكم فيديو جديد وفلوج جديد ويوم جميل وخفيف على قلبي قوي قوي قوي. احنا كنا رايحين البحر، فقررنا ان كل واحد فينا يعمل اكل، انا وامي واختي ومرات خالي وكده. فانا قلت لهم انا هعمل لكم ورق العنب، وطبعا الفترة دي مفيش ورق عنب في السوق بلدي كده وفرش خالص. فجبت البرطمانات دي. عايزه اقول لكم بصوا، البرطمانين اللي في النص دول تحفه، وهم وهم. اللي حابب ابعتلي على الانستجرام بتاع القناه، هتلاقوا اللينك على القناه، وانا هبعت لكم الصوره باسمه، يعني اللي حابب يجيب. قريب من الفريش خالص، حقيقي بجد من احلى البرطمانات اللي جربتها، مع ان مفيش حاجه بعد البلدي، بس ده يعتبر رقم واحد بعده. وما بياخدش وقت في السليق خالص. اللي اخد معايا سليق البرطمانين التانيين. عملت الخلطة بتاعتي، طبعا انا عملتها معاكم كتير جدا، وهنزل لكم برضو روتين هعملها لكم فيه في التفصيل. هنزل لكم الروتين بعد الفيديو ده، بعد بكرة ان شاء الله هيبقى فيه الخلطة بالظبط. وانا بعمل كده قلت طب ايه يا رويدة وانتي قاعدة تحشي كده، ما تولعي على السويس رول اللي انتي بدأتي تشهري بيه. وعملت اختراع يجنن. انا كنت بعمل السويس رول الواحد ب5 بيضات، قلت طب حطي بيضة زيادة وصغري الصينية، فطبعا بقى عريض، فقسمته 2 زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا ال6 بيضات عملوا معايا 2 سويس رول اللي هتشوفوهم في الاخر. طبعا كان الكلام ده كله الفجر، فنمت بقى مكنتش قادرة، وكنت عاملة حلة كبيرة وحلة صغيرة لجوزي. دي الحلة الصغيرة بتاعت جوزي، هو كان هياخد الاكل، كان هياكله بره، هيوصلني يعني عند ماما وهيتغدى بره. فانا عملت له حلة محشي صغيرة كده على قده، وقال لي عايز فلافلة، فزودت له فلافلة مع ورق العنب. وكنت بشوح له، وكنت متبلة الفراخ ببصل وطماطم وملح وفلفل وقرفة وال7 بهارات فقط لا غير. اهي بصوا لونها. اقول لكم حاجه، والله كانت ريحتها قلبت الشقه. الكلام ده امتى؟ ده اول ما صحيت قبل ما اروح لماما. يعني كنت بحضر اكل جوزي، وكان كل حاجه انا عاملاها ومجهزاها. شفتوا اهم الاتنين سويس رول، طبعا تحفه تحفه بجد. يعني دي من احلى الوصفات. وانا بقول لكم في كل فيديو الطريقه، انتوا هتلاقوها على القناه، هتلاقوا في الشورتر هتلاقوا الطريقه، وفي الفيديوهات هتلاقوا الطريقه، لاني بعمله على طول. خدت بقى حاجتي كلها، وكنت عامله لهم كمان فخفخينه اللي هي عصير مانجا وفيه شويه فاكهه، بس نسيت اصورها. رحنا عند ماما. انا متعودين وانتوا شايفيني في الفيديوهات اللي فاتت، لما بنروح عند ماما يعني بننزل انا واختي نشتري حاجات. الاسبوع ده كنا مقشفرين خالص بس نسكت، لقينا عرض على اكسسوارات البحر وكده، قلنا خلاص ندلع البوركيني بتاعنا. وكان معنا برضو بنت خالي. طلبنا احنا ال3 شوية حاجات. اسعارهم كانت حلوة قوي بجد، يعني 35 45 الاسعار دي كلها. وطبعا انا المحل كان لسه سلسلة، كان الناس اللي فيه ذوق جدا، بعتوها لي ومرضوش ان انا حاسب على التوصيل، حاسبه هم. ده بقى العشاء. ماما صحيت الساعة 2 بالليل، طبعا كلهم ناموا. طبعا انا ما بنامش، ما بيبقى عندي حاجة ما بنامش. صحيوا كلهم على الساعة 2 بالليل. ماما حضرت لنا العشاء الفخم ده. وحشني قوي فكرة ان انام وماما هي اللي بتحضر فطار وغدا وعشاء. ده وحشني جدا الكلام ده يا جماعة
نزلت انا وبابا وبنتي نجيب شوية حاجات كده، وبعد كده رجعنا جبنا الفاميليا كلها، وكنا كده ايه رايحين. الساعة دلوقتي كانت 6 الصبح. رحنا الدمياطي عشان نجيب فول وطعمية فطار يعني وكده. فقالوا لنا ان العجينة بتاعة الطعمية لسه ما اتعملتش، فروحنا لمين المنقذ العيوطي، وجبنا بقى الفول والطعمية وظبطنا الكلام. طلعنا على المعدية، طبعا مفيش اي حد في الشارع. الساعة 6:30 الصبح، الشمس يا دوبك لسه طالعة. قاعدين بقى ايه، انا هنا كنت مسقطة خالص، كنت شاربة كوبايتين قهوة بس، خلاص ده الميعاد اللي بنام فيه، كنت مسقطة خالص. فشغلنا اغاني بقى عشان نفوق نفسنا، وقعدنا بقى نغني. رحنا بقى بور فؤاد، وهنا كانوا بينزلوا الحاجة من الشنط، و ده كان المكان. انتوا طبعا حافظينه معايا من ساعة ما رحتوا مع جوزي، انا كنت مصوره لكم الكلام ده كله. ده دخلته. بصوا البحر الصبح كده، كانت الساعة جاية على 7. شايفين؟ والله العظيم يا جماعة رايق قوي، رايق قوي قوي قوي. شفت بنتي بقى لابسة النضارة دي؟ بنتي بتاخد الحاجة اصلا من الناس اللي جنبنا وكده، فكنت فاكراها اخده دي منهم، بس الحمد لله طلعت بتاعت بنت خالي. كانوا حبة روقان بقى. مرات خالي كانت مروقة علينا بقى شوية. ابويا بقى عجبه اليوم جدا واتبسط قوي. كان عيد ميلاد بابا يا جماعة، فكنا بنحتفل بيه على البحر. كنا خلاص هنا خلاص ماشيين، ماما كانت بتلم بقى كل حاجة. عارفين احنا مشينا امتى؟ الساعة 3 العصر. ما قدرناش بقى، احنا مطبقين. طبعا ولادي شبطوا في الكيدز اريا. عايزه اقول لكم ان اليوم ده الدنيا شتت، هتصدقوني والله العظيم نقطت، والجو كان برد شويه. كناش فاهمين ايه الوضع، بس الشمس تيجي شويه وتمشي شويه. كان يوم الجمعه. قلت لهم بقى يطلعوا يلعبوا شويه طبعا عشان يروحوا يناموا، فناموا مني في العربيه. يعني بصوا هوريكم هما نايمين. احنا كنا خلاص بقى مروحين الساعه 3. الناس خرجت من الصلاه بقى وروحت بيوتها وكل حاجه زي الفل، واحنا برضو كنا مروحين البيت. كنتش قادره بقى، كنا فاصلين خالص. وماما ادتني اكل بقى، كنا نصحى ناكل وننام ناكل وننام طول اليوم على كده. والفلوج بتاعي النهارده كده خلص، واشوفكم في فلوج جديد، ويا رب يكون عجبكم اليوم معانا.